لو دي أول مرة تشتري عربية ركز معايا كويس لأن في أخطاء ممكن تخليك تخسر من 50 ل 150 ألف جنيه بسهولة. والكارثة إن ناس كتير بتقع فيها وهي فاكرة إنها بتعمل الصح. أهلا بيكم في خليفة أوتو. النهاردة هقولك على أخطاء حقيقية بشوفها كل يوم، ولو وقعت فيها هتندم جامد بعد الشراء. أول حاجة لما تشتري بعينك مش بعقلك، ودي الغلطة الأولى، إنك تشتري الشكل والترند مش استخدامك. يعني شاب استخدامه جوه المدينة بس ويشتري عربية أوف رود كبيرة، أو أب عنده عيلة كبيرة ويشتري عربية صغيرة. اختار العربية اللي تخدم حياتك اليومية مش اللي شكلها روش في الشارع. هتلبس في الحيط لو عاندت احتياجاتك، مش كل عربية حلوة تنفعك. الغلطة التانية الانبهار بالشكل. أكتر غلطة بشوفها إن واحد يشوف عربية شكلها حلو يقول لك خلاص هي دي. لازم تبص على تفاصيل مهمة، إن العربية ممكن تبقى قطع غيار غالية، مفيش انتشار ليها وفيها مشاكل معروفة. يعني مثلا في عربيات شكلها تحفة بس لما تيجي تغير حاجة بسيطة تلاقي القطعة مش موجودة. نصيحة: اسأل نفسك 3 أسئلة قبل الشكل. هل قطع الغيار متوفرة؟ في ناس كتير راكباها؟ سمعتها عاملة إيه؟ الشكل بيبيع بس الاعتمادية هي اللي بتعيش. الغلطة الثالثة نسيان تكلفة التشغيل، أو إنك مش حاسب التكلفة الحقيقية للعربية. ناس كتير فاكرة إن الموضوع تمن العربية وخلاص، وده غلط كبير. يعني مثلا تشتري عربية ب 700 ألف جنيه وهي ليها مصاريف مخفية كتير، أو اللي بنسميه النزيف الشهري الخفي، زي البنزين، الصيانة الدورية، التأمين، الترخيص، الكاوتش. تمن العربية مش بيدفع مرة واحدة، دي مصاريف مستمرة. اسأل على تكلفة التشغيل قبل ما تشتري مش بعد ما تتورط. الغلطة الرابعة القسط بدون فهم، ودي أكبر مصيبة بصراحة. يعني مثلا واحد واخد كارد ب 500 ألف جنيه ومتوقع قسط شهري مريح، يلاقي في الآخر الكارد واقف عليه ب 750 ألف جنيه. لأن الحقيقة في أصل الكارد والفايدة الفعلية والمصاريف الإدارية والتأمين الإجباري. نصيحة: احسب إجمالي المبلغ، اسأل على الفايدة الفعلية وما تبصش للقسط الشهري بس. ما تشتريش بالقسط إلا لما تفهم كل رقم أنت هتدفعه. القسط اللي يريحك النهاردة ممكن يكسر ظهرك بعد سنة. الغلطة الخامسة تجاهل إعادة البيع. في مصر دي نقطة قاتلة. الحقيقة إن في عربيات ليها سوق وبتتباع في يومين، وفي عربيات بتقعد بالشهور ومحدش بيعبرها. على سبيل المثال عربية مش منتشرة يعني محدش عايزها، يعني هتخسر فيها جامد. نصيحة في إعادة البيع: اختار عربية ليها سوق حتى لو مش أحلى واحدة. أنت مش بتشتري لنفسك بس، أنت بتفكر في اللي هيشتري منك كمان. الغلطة السادسة تشتري من غير ما تجرب العربية. دي حاجة غريبة جدا بس بتحصل. ناس كتير بتشتري من غير تيست درايف. لازم تجرب بنفسك، الكرسي مريح، الرؤية كويسة، الفتيس ناعم، العفش عاملة إيه. العربية لازم تتحس مش بس تتشاف. اوعى تعتمد على كلام الناس بس. نيجي بقى لمواجهة المعرض. على أرض الواقع الكلام الحلو مش بفلوس. وهنا الغلطة السابعة: تصدق كلام البايع 100%. البائع بيبرز المميزات حتى لو محترم، بس مستحيل يقولك على كل العيوب. أول ما تسمع كلام البايع دخله على 3 مراحل للفلترة. شوف مراجعات عربيات من ناس موثوقة، اسأل الملاك الحقيقيين، وشوف جروبات الفيسبوك. وبعد كده خد قرارك. ما تخليش قرارك مبني على كلام شخص واحد. الغلطة التامنة الاستعجال. سوق العربيات في مصر ممكن يتغير في أسبوع. أكتر ناس بتخسر هي اللي مستعجلة. الاستعجال بيخليك تشتري بسعر أعلى أو تفوت فرصة أحسن بكتير. اصبر وقارن وخد قرارك بهدوء. القرار الصح بياخد وقت بس بيوفر فلوس. الخلاصة ومعادلة النجاة لشراء أول عربية لازم تتبع ال3 خطوات دول. أول حاجة الورقة والقلم. احسب التكلفة الحقيقية وفايدة القسط المخفية. تاني حاجة السوق اللي بيحكم. توفر قطع الغيار وإعادة البيع أهم من الشكل الخارجي. تالت حاجة التجربة خير دليل، مفيش شراء من غير تست درايف ومراجعة ملاك حقيقيين. لو وصلت لحد هنا يبقى أنت فعلا ناوي تشتري صح. اكتب لي في الكومنت ميزانيتك كام، وأنا هرشح لك أحسن عربية ليك في السوق المصري. وما تنساش لايك وسبسكرايب علشان نشوف كل جديد مع خليفة أوتو.